كده هطلع اقول الكلام دوت، لكن للاسف انا اتنصب عليا، مع ان انا جربت الكيو ار كود وللاسف اشتغل وقال ان البرودكت ده اوريجينال. والكارثه ان الكيو ار كود ما بقاش مقياس ان احنا نعرف المضروب من الاصلي. المشتريات بتاعت شهر 3 فيها حاجات كتير قوي صراحه صدمتني. فانا جايبه لكم الفيديو ده اسوأ منتجات ما تفكروش تجيبوها. خليكم معايا لاخر الفيديو. للاسف الحاجات دي كمان هتلاقوها موجوده على ابلكيشن كتير زي جوميا ونون، فخلي بالكم كويس قوي لانه نازل منها الشكل ده ونازل منها كمان الشمع. المفروض بصوا اشكالهم طبعا سوبر كيوت، يعني انا اتخدعت في شكلهم والباكجينج بتاعهم هايل الصراحه، وتقدري تعملي له ريسايكلينج بعد كده تحطي فيه اي حاجه. وطبعا انا جربتهم، المفروض ان دي مخمريات. ده شكلها من جوه، تفتحوا العلبه ريحتها تحفه، الريحه فظيعه. تحطيها بقى يعني تجربي كده تحطيها. بصوا بعد كده بتعمل الملمس ده. اولا الملمس بتاعها اويلي بصوره هستيريه، يعني ما تحطيها وتلبسي هدومك هتبقع، وانا جربت يعني في البيت هتبقع وهيبقى شكلها مش لطيف خالص. ده رقم واحد. مجرد ما حطيتيها على ايدك دقيقتين بالظبط مفيش اي ريحه اطلاقا. يعني دي حاجه كده اللي هو زيوت عطريه بتطير بعد دقيقتين 3، مستحيل يفضل على جسمك ربع ساعه مثلا. فمن الحاجات اللي انا اتصدمت فيها جدا، وموجوده كمان باسعار خياليه على جوميا وعلى تقريبا على نون. انا عايزه افتكر انا شفتها على انهي ابلكيشن، ممكن ابقى انزل لكم الصور بتاعتهم في الجنب كده. موجود تقريبا الاربعه او خمسه ب 200 حاجه و80 جنيه، مع ان سعرهم هو مش كده خالص على فكره. يعني انا جايبه الواحده تقريبا بحوالي 35 جنيه. فانتم متخيلين كمان فرق السعر اللي نازل على الابلكيشن نازل عامل ازاي. ده بالنسبه للمخمريات ونازل منه كمان شموع، فدي كارثه ان انت جايبه حاجه بقى شكلها تحفه ومخمريه شكلها شيك جدا وريحتها هتفتحي واو فظيعه. بعد كده تنتبك هذه الصدمه انه هو انا حطيت ايه. انا حطيت ايه على ايدي؟ مجرد زيت. بصوا ما بيروحش، يعني انا عماله اكلمكم هو على ايدي كده ما بيروحش. فاسوأ حاجه خدوا بالكم، خلي بالكم من الشكل كويس لانه هتلاقوه وهتلاقوا منتشر بقى الفتره الجايه. وفي ناس طبعا انا بقول لكم جايبه سعره بحوالي من 32 35 في الرينج. انا كنت جايبه حاجات كتير كمان بيتباع باسعار اغلى من كده. دي كانت اول صدمه. تاني صدمه بقى الصراحه ان انا كنت بحاول اجيب زيوت علشان خاطر اعمل ميكس كده، بجرب كذا حاجه. فقلت اجيب من عند العطار شويه زيوت كده وانا واقفه. فافضل زيتين طبعا ممكن يتحطوا على اي حاجه ونعمل بيهم ميكس محترم كان الارجان والجوجوبا. وده طبعا ماركه الحواج، هي المفروض انها ماركه معروفه، مش متعبي كده ولا حاجه. هو عباره عن زيت اكل. والله لا يمط طبعا، انا عشان عارفه الارجان الاوريجينال لا يمط لا الارجان ولا الجوجوبا باي حاجه. انتوا مش متخيلين ريحته عامله ازاي. بصوا كمان قوامه، شايفين قوامه تقيل جدا. الارجان ما بيبقاش قوامه كده خالص. ريحته سيئه بشعه، مع ان هي ماركه يعني المفروض. وبرده الجوجوبا ريحتهم بشعه، الاتنين ريحتهم واحده. هو تقريبا هي حاجه وبيعبوا منها ازايز صغيره على انها زيوت طبيعيه. فما تجيبيش من عند اي عطار، ما تجيبيش اي زيوت في ماركات للزيوت اللي لو عايزين تجيبوا يعني زيوت طبيعيه. انا بس استقربت يعني كان في طريقي فقلت اجيب يعني، لكن انا للاسف عارفه ان في ماركات افضل من كده بكتير ممكن نجيب منها تبقى حاجه تراستد يعني، وانت متاكده وواثقه ان ده فعلا زيت ارجان ده جوجوبا. وخاصه ان هم كانوا رخاص جدا، وده برضو دي غلطتي انا مش غلطه حد، لان لا الارجان ده سعره ولا الجوجوبا ده سعره. في بعد كده بقى منتجين من شركة ايفون. المنتجين دول اسوأ منتجين، او بمعنى اصح فيه واحد فيهم سيء والتاني عديم الفائدة، يعني فلوسه على الارض. ممكن نستخدمه ببدائل تانية كتير احسن منه بمراحل. هي بس الورقة بتاعته وقعت من عليه. ده زيت اللافندر اللي هو زيت الاقدام بتاع ايفون. انا هحاول احط لكم صورته قبل ما الورقة بتاعته تقع من عليه، الستيكر اللي بره ده. هو المفروض انه معمول علشان خاطر يرطب الرجل ويدعمها و هو حقيقه ملوش اي افكت. ريحته حلوه وكل حاجه،
بس مش هيديكي الافكت اللي انت متوقعاه في ترطيب القدمين. انا بحطه وبستخدمه، مش هرميه، ولكن الافكت بتاعه مش واو، يعني مش الافكت اللي انا مستنياه من حاجه هدفع فيها مثلا في حدود ال 100 جنيه مثلا قبل ما يبقى عليها ديسكاونت او حاجه. فده من ضمن الحاجات اللي مش هكررها تاني، من الحاجات اللي ملهاش افكت قوي. المنتج التاني اللي من شركه ايفون اليوسلس خالص، ملوش اي لازمه اطلاقا، وهي الماسكارا الشفافه اللي هي من اللاين بتاع كولر ترند. الماسكارا دي المفروض انها بتدي لوك اللي هو النو ميك اب لوك طبيعي كده للرموش، وبتسرحها وبتخليها كانك حاطه ماسكارا ولكن لونها شفاف. فهي ما بتعملش كده اطلاقا، ملهاش اي لازمه خالص. انا بستخدمها احيانا كده لما بعوز احط سيرم او بعمل تجربه معينه او بجرب حاجه، فبستخدم الفرشه بتاعتها، لكن هي كبرودكت ملوش اي لازمه اطلاقا. فمن ضمن الحاجات اللي ولا هكررها ولا طبعا حد يجيبها، فلوسها برضو على الارض، ما بتبقاش عامه نازله رخيصه. بتبقى اخر برودكت بقى ده برضو من ايفون. ده المفروض ان هو مقشر، سكراب مقشر. المفروض ان هو بيقشر طبقه الجلد الخارجيه، وبينظف البشره وبيشيل الجلد الميت و ولكن حقيقي بصوا، هو ده شكله من جوه، بيبقى جواه حبيبات كده، لان هو اصلا بالفواكه الاستوائيه. تمام، هو مكتوب اهو اكسفليتنج جيلي سكراب. انا بس عايزه اوريكم بيبقى قوامه ايه على البشره. هو بيتفرد فعلا زي الجيلي كده خلاص، لكن هو مفهوش اي سكراب، هو ما بيعملش اي تقشير. من الحاجات اليوسلس جدا جدا في اللاين ده بالذات. وبالنسبه لده انا طبعا يعني عايزه احلل فلوسه، مش هرميه، فبستخدمه كنوع من انواع الماسك اللي بيعمل جلو للبشره. بسيبه ينشف كده وبعدين بغسل وشي، بيدي جلو بسيط كده، فبستخدمه كماسك. لكن هو لا يمت اطلاقا للمقشرات باي صله، ما كانش رخيص. فمن ضمن الحاجات اللي ولا هكررها ولا هجيبها ولا انصح حد يجيبها اطلاقا. هنيجي بقى لصدمه الفيديو ده، وهي الماي لاش سيروم، الماسكارا بتاعه الرموش. ده شكلهم هما التلاتة كده جنب بعض. دي انا مخلصاها، ودي انا مخلصاها، ودي جبتها ولما كنت بجيب المخمريات دي. طبعا انا مشكلتي اني غيرت المكان، يعني انا غيرت مكان، كنت بجرب مكان جديد كده، والمفروض ان كل حاجه موجوده فيه اوريجينال. فماسكارة او سيرم الرموش ده انا جربته وكان عامل معايا افكت حلو قوي، فعلا بتطول الرموش. بستخدمها كمان كنت على حواجبي، وعملت معايا افكت حلو قوي. وحتى كنت منزله صوره قبل وصوره بعد، قبل ما استخدمها وصوره بعد ما استخدمتها بحوالي شهر او حاجه. فطبعا بالنسبه لي انا بتخلص بجيبها على طول، فجبت دي وجربت الكيو ار كود لقيته شغال. ولكن للاسف الشديد ان الكيو ار كود ما بقاش حاجه ينفع نرجع له عشان نشوف البرودكت ده فعلا اصلي ولا لا، لانه اشتغل وهي مش اصليه، مش اوريجينال. الفرق طبعا انا هحاول اوريكم وانا بعمل الكيو ار كود في الجنب. بصوا اللون بتاع الغطا ده، وبصوا هنا، وبصوا اللون بتاع الغطا ده. انا هحط لكم الاثنين جنب بعض. بصوا الفرق في ايه. ده اول فرق، يعني ده اول فرق. تمام، وبصوا هنا، بصوا هنا مكتوب ايه، مكتوب ايتود، لان هي المفروض ان هي من ايتود هاوس. هنا في الاوريجينال مش مكتوب حاجه. بصوا كده، هو ده الفرق. في فرق تاني بقى، اللي استخدم الماسكارا الاوريجينال عارف البرودكت من جوه عامل ازاي. عايزه اوريكم، بصوا دي اخر حبه، بصوا هو عامل ازاي، بصوا ماسك نفسه ازاي، انتوا متخيلين؟ بصوا البرودكت ماسك نفسه ازاي. بصوا هنا بقى في اللي هو المضروب، بصوا انتوا متخيلين؟ هو انا مش عايزه بس اميل كده يقع، انتوا متخيلين؟ عايزه اوريكم، بصوا سايبه ازاي. هي دي الفروق يعني. طبعا بصوا هي وقعت على ايدي اهي، طبعا ده مستحيل يحصل وكلها ميه، هي ما فيهاش، هي مش برودكت اصلا. بصوا ميه، وده مش السيرم طبعا، ان انا ودول مش اول اتنين انا استخدمهم. انا بستخدمها بقالي حوالي سنتين برضه تقريبا، او سنه ونص، سنتين، سنه ونص. فانا عارفه البرودكت من جوه بيتحط
عامل ازاي والقوام بتاعه عامل ازاي. وكمان الكارثه اللي بعد كده انها ابتدت تحرقني في عيني. يعني انا جربتها طبعا مره واحده بس عرفت انها مش اوريجينال، فلما حطيتها كده كده لما كانت بتدخل في العين او بتيجي على الووتر لاين ما كانتش بتعمل لي اي حاجه اطلاقا، فالمضروب منها عمل لي حرقان شديد جدا في عيني. فالكارثه اللي احنا بنقابلها هنا انك عشان تعرفي المنتج الاصلي من المنتج المضروب لازم تكوني عرفتي شفتي الاصلي قبل كده وعارفه الفرق ما بين الاوريجينال والمضروب. انا دايما بنزل على الجروب وعلى الصفحه بتاعه الفيسبوك وهنا على انستجرام الفروق. اول ما بلاقي فروقات او حاجه بصورها وبنزلها لكم علشان تعرفوا الفرق ما بين الاوريجينال وما بين المضروب. ودي كانت صدمتي الصراحه ان انا اتنصب عليا وجربت الكيو ار كود وللاسف اشتغل. فخدوا بالكم كويس قوي وانتوا بتشتروا اي حاجه، تبقوا عارفين تدوروا الاول شكل الاصلي ايه وشكل المضروب ايه عشان ما يحصل لكوش زي ما حصل معايا وما تجربوش الكيو ار كود لانه ما بقاش دلوقتي افكتيف قوي. الناس بتاخد العبوات كمان الاصليه وبتحط فيها منتجات مضروبه معموله تحت السلم بقى ومعموله الله اعلم فين. بس كده اتمنى ما اكونش نكدت عليكم بالمشتريات السيئه قوي دي، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.